يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة الكرة الزمالك. فيديو النهاردة عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معاكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. جوميز يعالج أخطاء الزمالك قبل مباراة الحسم أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية. يعمل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك قبل مباراة العودة التي تجمع الفريقين الأحد المقبل. ومن المقرر أن يقوم المدير الفني بعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، وعلى رأسها إهدار الفرص لتلافي تكرارها في لقاء العودة. وقال جوميز أن الفريق لم يلعب أمام دريمز بالشكل المطلوب، حيث افتقد للسرعة ولم يظهر بالشخصية المطلوبة، كما ارتكب بعض الأخطاء التكتيكية، وأتيحت له فرص لإنهاء المباراة ولكن لم يتم استغلالها، إلا أن الفرص ما زالت قائمة للتأهل للنهائي. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة دريمز الغاني. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم بملعب حلمي زمورة بالنادي استعدادا لمواجهة دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية بعد الراحة التي حصل عليها الفريق الاثنين بفرمان من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق. وتعادل الزمالك سلبيا مع دريمز الغاني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية سلبيا في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد باستاد القاهرة الدولي. وقرر الجهاز الفني الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الاثنين عقب خوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية. ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الثلاثاء اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء العودة أمام بطل غانا المقرر له يوم الأحد المقبل 28 إبريل. من أجل الزمالك دريمز الغاني يعلن عن فتح مدرجاته بالمجان في مباراة الزمالك، حيث أعلن نادي دريمز الغاني عن فتح مدرجات مباراة الزمالك ودريمز أمام الجمهور من أجل الحرص على التواجد الجماهيري في المباراة. وجاء بيان نادي دريمز على حسابه الرسمي كالتالي: يعلن مجلس إدارة نادي دريمز لكرة القدم عن فتح البوابة الرئيسية لاستاد بابا يارا مجانا لمباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ضد الزمالك المصري، والتي ستقام يوم 28 إبريل 2024. تأتي هذه الخطوة إيمانا من مجلس إدارة النادي بأهمية الجماهير ودورها الكبير في دعم الفريق خلال مشواره الأفريقي المتميز، ونتيجة لذلك ستكون تذاكر المدرجات الشعبية والوسطى مجانية للجماهير. شكرا لجمهورنا العظيم. يود نادي دريمز لكرة القدم أن يشكر جماهيره العظيمة على دعمها المتواصل للفريق خلال هذا الموسم، ونعدكم ببذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب أمام الزمالك معا نحو التأهل للنهائي. وكان فريق الزمالك قد تعادل سلبيا أول أمس أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة قبل لقاء الإياب الأحد المقبل في غانا. الخطوة دي يا جماعة اللي هم عملوها دي يعني تدينا إحساس برضك إن هم عندهم قلق برضك من الماتش اللي جاي، فيا ريت إحنا برضك نستثمر الحتة ديت ونلعب ماتش بقى حياة أو موت يعني. الزمالك مهتم بلاعب دريمز. كشفت أحد البرامج الرياضية التلفزيونية في دولة غانا عن اهتمام الزمالك باللاعب عبد العزيز عيسى 19 عام صانع ألعاب فريق دريمز الغاني. اللاعب الذي تحدث البرامج أنه برز خلال مباراة الفريق الغاني أمام الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكأس الكونفدرالية الأفريقية والتي انتهت بالتعادل السلبي، وأن اللاعب لفت أنظار المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بعد ظهوره بشكل جيد ومتميز خلال المباراة. وكشف البرنامج أن الزمالك سوف يبدأ المحادثات مع مسؤولي النادي الغاني من أجل التعرف على طلبات النادي المالية للاستغناء عن اللاعب. يذكر أن مباراة العودة بين الفريقين ستكون مساء الأحد المقبل في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية في كوماسي في غانا. مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة دريمز في الكونفدرالية.
كشف مصدر مطلع في نادي الزمالك عن مفاجأة سارة لجماهير القلعة البيضاء قبل المواجهة المرتقبة بين الفارس الأبيض ودريمز الغاني. ويحل الفريق القروي الأول بنادي الزمالك ضيفا على نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. وكان الزمالك قد تعادل مع دريمز بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على أرض ملعب استاد القاهرة. وأكد المصدر أن الثنائي أحمد فتوح وعمر جابر جاهزان للمواجهة أمام دريمز في مشوار حلم التتويج بالبطولة. وكان الثنائي قد غاب عن مواجهة الذهاب بسبب الإصابة العضلية. الزمالك يتوعد لاعبيه حال الخروج من الكونفدرالية. هدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بخصومات مالية كبيرة حال فشل الفريق في التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. وكان مجلس إدارة الزمالك قد هدد بخصم خصومات مالية كبيرة في حالة الخروج من البطولة وعدم التأهل إلى المباراة النهائية، باعتبار أن البطولة الأفريقية هي الأمل الأخير لمصالحات الفريق لجماهيره بعد أن خرج من الموسم الجاري خالي الوفاض من أي بطولة، سواء بالخسارة من بطولة كأس مصر فضلا عن ابتعاده عن المنافسة عن لقب الدوري خلال الموسم الجاري. وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي. بعد محمود علاء وصبحي بيراميدز يقترب من ضم نجم الزمالك. يسعى مسؤول نادي بيراميدز للتعاقد مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وينتهي عقد يوسف أوباما مع ناديه الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم مسؤول القلعة البيضاء قرارهم حتى الآن بشأن تجديد التعاقد مع اللاعب من عدمه. ويسعى نادي بيراميدز للتعاقد مع يوسف أوباما في الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر. وشهدت الأيام الماضية دخول مسؤول النادي السماوي في مفاوضات مع أوباما من أجل إقناعه بالانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر. ورفض لاعب الزمالك التوقيع على عقود انضمامه لنادي بيراميدز، حيث طلب من مسؤول النادي السماوي الانتظار لحين معرفة موقف الزمالك من تجديد التعاقد معه. ولعب اللاعب صاحب 28 عاما مع الزمالك 18 مباراة في مختلف البطولات أحرز خلالها 4 أهداف، ويغيب عن مباراة الفريق الأبيض في الوقت الحالي بسبب إجراء عملية جراحية في الفك. يذكر أن نادي بيراميدز اقترب أيضا من ضم الحارس محمد صبحي والمدافع محمود علاء لاعبي نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر. الزمالك يفاوض والأهلي يخطف. دخل يسري وحيد جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش دائرة اهتمامات النادي الأهلي من أجل ضمه لصفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل. الأهلي يدرس التعاقد مع يسري وحيد في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه قبل الموسم 24-25، خاصة أن اللاعب يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر. الأهلي يبحث عن بديل قوي في الجبهة اليسرى تحسبا لرحيل النجم التونسي علي معلول نهاية الموسم الجاري. ويعد يسري وحيد أحد أهداف الزمالك للتعاقد معه، وكان قريبا من الانتقال للقلعة البيضاء خلال ميركاتو الشتوي الماضي، ولكن الصفقة توقفت بسبب تمسك عبد الحميد بسيوني مدرب الجيش. وكان أحمد رافت وكيل يسري وحيد قد كشف في تصريحات تلفزيونية يسري وحيد كان سينتقل لصفوف الزمالك في يناير الماضي، حيث عقد مسؤول نادي الزمالك جلسة مع اللواء أيمن المصري مدير الكرة بنادي طلائع الجيش من أجل التعاقد، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، ولكن تمسك عبد الحميد بسيوني بخدمات اللاعب حال دون إتمام الصفقة. وأضاف تم تأجيل صفقة انتقال يسري وحيد لنادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري. الخبر ده بتكون نهاية أخبارنا النهاردة. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.